السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اللي أول مرة يشوف معايا القناة يعملي لايك واشتراك ويفعل الجرس. هنعمل مع بعض القلقاس بطريقة سهلة جدا. طبعا الريحة والطعم مش قادرة أقول لكم عليه. هنعمل القلقاس باللحمة. إن شاء الله يعجبكم الطريقة وتبقى سهلة وما تبقاش مستعصية على حد اللي بادئ طبيخ أو الكلام ده كله. هسهل عليكم الموضوع خالص. اول حاجه هنسمي الله نبدا نعمل اللحمه بتاعتنا اللي هي الشوربه. هننزل بيها في الحله كده نديها الصدمه بتاعتها وعليها البصل والورق اللورا والملح والفلفل الاسود. ولو عندك حبهان يبقى تمام. بس مش بحط اي حاجه تانية على الشوربه. هنبدا كده نقلبهم مع بعض ونغطيها لغايه ما تنزل الميه بتاعتها ونرجع لها. اللحمة كده بدأت تنزل المية بتاعتها وبدأت تشربها ومية البصل والكلام ده كله. الطريقة دي بتعمل نكهة جميلة جدا للحمة. لو انت عايزة تعمليها بقى فتة ولا الكلام ده كله بتبقى لذيذة جدا. جربوها هتعجبكم جدا. انا نزلت عليها بمية مغلية علشان تكمل السليق بتاعتها. هنبدأ بقى نقول المكونات اللي هنحتاجها في القلقاس. عندي هنا انا جبت قلقاسية فقط على قد أكلتنا يعني. هنبدأ نقطعها طبعا وكل واحد بيجيب على قد مقدار العيلة بتاعته. هنبدأ ننضفها زي ما انتوا شايفين كده ونبدأ بقى اللي احنا نقطعها مكعبات. برضه كل واحد المكعبات حسب ما هو بيحب. في ناس بتقطع مكعبات كبيرة جدا وفي متوسطة وفي صغيرة. يعني انا بحب اللي هي المتوسطة، اللي هي ولا الكبيرة او ولا الصغيرة. اهي زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نقطع الكمية كلها بنفس الوضع زي ما انتوا شايفين كده. انا خلصتها. طبعا انا القلقاسية بغسلها قبل ما اقطعها، مش بغسلها بعد ما اقطعها ولا مية سخنة ولا الكلام ده كله. هنبدأ بقى ده السلق بتاع القلقاس. هنبدأ نقطفه كده. انا عايزة بس الورق. طبعا الورقة اللي هي بيبقى فيها كده تخريمة دي بلاش ناخدها معانا. انا عايزة الورقة اللي هي بتبقى سليمة صحيحة ما فيهاش اي تخريمة. وهنا عندي الكزبرة بتاعة السلق. انا كده دي هي مكونات القلقاس. هنبدأ نعمل بقى. هنبدأ نضرب السلق. انا عندي طبعا توم، يعني مفصصة راس توم. وهنحط السلق معاه في الكبة ونبدأ اللي احنا نضربه. راس التوم والسلق والكزبرة كلهم هيتضربوا معايا في الكبة. طبعا هفضل اللي انا رايحة جاية اللي بحيث ان هما يتفرموا كويس. انا اعتذر على الاضاءة. ساعات بتغيم كده. الله المستعان. خلصت انا كده. انا ضربت السلق وقطعت القلقاس. طبعا القلقاس انا مش بنقعه في ميه سخنه زي في ناس كتير بتعمل. احنا النهارده هنعمله من غير نقع ولا اي حاجه. هنا الشوربه عندي هاخد بقى الكميه اللي انا احتاجها. طبعا الشوربه دي انا بعمل الكيلو كله وبعمل منها كذا طبخه. بدل ما افضل كل شويه اسلق، لا انا عملت منها فته هنعمل منها قلقاس اهوت. يعني بتعملي منها كذا طبخة. هنبدأ نشغل النار على اللحمة بالشوربة. وهنبدأ نعمل على جنب السلق. هننزل بمعلقة سمنة كبيرة. انا هنا الشوربة غلت. هبدأ انزل بالقلقاس كله اللي انا قطعته. وبأكد عليكم انا ما غسلتهوش ولا عملت انا غسلته قبل ما اقطعه خالص، قبل ما اشيل من عليه القشرة الخارجية. غسلته كويس ونشفته وبعد كده قطعت القشرة الخارجية. وادي منظره من غير ما تنقعيه بقى في ميه سخنة ولا تدعكيه ولا الكلام ده كله. لان انا سمعت الحاجات اللي انت بتنزليها في الميه السخنة هي فايدة القلقاس. فانا ليه اضيعها؟ والقلقاس طلع جميل ولا شادد ولا اي حاجة. بجد لذيذ. انا نزلت هنا بالخلطة بتاعة الطشة زي ما بيقولوا، اللي هي السلق والكزبرة
والثوم. هنبدأ نحمرها كده واحنا بنعمله يعني فاهمة انتي، تبدأي ايه تفرميها كده بالمعلقة بظهر المعلقة عشان تلاقيها نعمت معاكي. كل ما تنشف هتلاقيها ايه تنعم معاكي اكتر زي ما انت شايفاها. انا كده خلاص، يعني انا كده هطفي عليها، يعني عبال ما ابدأ ان انا ده خلاص انا كده هطفي عليها، انا مش عايزاها اكتر من كده. هنبدأ بقى ننزل بيها في القلقاس، بس نتأكد اللي هو استوى. شوف ما خدش وقت معايا خالص والله، ربع ساعة ما خدش وقت معايا خالص. ما شاء الله القلقاس جميل جدا. ان شاء الله نجففه ونحطه في الفريزر. وقته دوت هو وقت التجفيف بتاعه، اول ما بيطلع هو ده وقته، وقت التجفيف بتاعه. انا هوت كده هياخد له غلوتين بالسلق بتاعه، وشيليها بقى وكلي احلى قلقاس جنب شوية رز ابيض يجننوا. طبعا الرز الابيض احنا عملناه قبل كده مع بعض، لكل كوباية رز كوباية وربع مية، اللي هو الرز المصري بتاعنا. هتبدأي بقى تغرفي بقى ويعني تاكلي بقى اللحمة بالقلقاس وبالهنا والشفا. وان شاء الله الطريقة تعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات ايه. وعايزة دعم منكم واشتراك، وما تبخلوش عليا بان الفيديو يطلع. نفسي تدعموني واكون عند حسن ظنكم يعني، والحاجة تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.